اللي قدامك في الصورة ده يبقى سفاح الشروق أو قاطع الرؤوس. نبدأ من الأول أفضل. الحكاية بدأت من حادثة هزت مصر كلها في 9 سبتمبر 2018 لما الأهالي بلغت في الشروق إن في شقة مقفولة والريحة طالعة منها بشكل غريب، ولما كسروا الشقة لقوا منظر محدش فيهم يقدر ينساه لحد النهاردة. الأم منال واللي عندها 27 سنة مذبوحة، راسها مفصولة عن جسمها، وجنبها ولادها الأربعة حسين اللي كان عنده 7 سنين، ومحمود ودعاء وحنين آخر العنقود اللي كانت لسه يدوب 2 سنين. اتضح إن كلهم مقتولين بنفس الطريقة، مفيش أي أثر سرقة ولا كسر ولا عنف في الشقة، وده اللي زود الشكوك إن الأب اللي مختفي من غير أثر هو اللي ممكن يكون المتهم الرئيسي. والأغرب إن الجيران كلهم كانوا بيقولوا عليه إنه راجل هادي طيب وملوش في المشاكل، لكن الحقيقة كانت أبعد من كده بكتير.